السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ماما نادية. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الظروف. الاقتراح ديال اليوم غادي نتقاسم معكم كيكه في المول العجيب بجوج بيضات بواحد الكريمه بمذاق الشوكولا. كتجي لذيذه لذيذه البنات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجباتكم ما تنسونيش من اللي لايك والاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. يلا ندوزو للمقادير مع طريقه التحضير في نفس الوقت. في واحد البول غندير واحد الرشيشه ديال الملح، جوج بيضات، كيس ديال الفاني، نص كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نضرب مزيان مزيان حتى يذوب السكر. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت وانا كنطرف في الخليط. صافي غادي نزيد واحد الكاس ديال الحليب، ومن بعد غادي نبدا نضيف النواشف. غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق، الكاس الثاني كيس ديال الكاكاو ولا معلقه ديال الكاكاو المر، جوج اكياس ديال خميره الحلويات طبيعه الحال نغربلوهم، صافي وغادي نحرك مزيان مزيان. وكميه الدقيق البنات راه هي كتبقى على نوعيه الدقيق اللي استعملنا، ولا نوعيه ولا حجم البيض واش كبير ولا صغير. دائما البنات انا كتهز ليا جوج كيسان، نتوما تقدروا تهز لكم جوج كيسان بالضبط، ولا جوج كيسان ناقص كنقصوا منه واحد المعلقه. وفي الاخير غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل اللي كتجي بها الكيكه مفشفشه كتجي خفيفه. صافي غادي نخلط شويه والخليط ما كيجي ثقيل ما تيجي خفيف، تيجي على هذا الشكل هذا. غناخذ واحد سباتول وغادي نجمع العجين اللي في الجنب، وهنا خديت المول العجيب اللي دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق. غنفرغ فيه الخليط، صافي وغادي نخلطو شويه على سطح العمل. وفي هذه الاثناء هذه راني شعلت الفران على 180 درجه من التحت حتى غادي يطيب، هو ما كيستغرقش بزاف، ومن طاب كيجي على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نديمو ليه طبق التقديم. المول ما كيلصق ما والو، والكيكه كتجي خفيفه خفيفه. ودابا غادي ندوز باش نصايب لاصوص اللي غادي نفرغها في الحفيره اللي كاينه في الكيك. لاصوص اللي غادي نحتاج ليها جوج كيسان ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر سنيده، جوج معالق ديال النشا، كيس ديال الفلون بنكهه الشوكولا. وغادي نحرك على البارد مزيان مزيان، وغادي نوضعها فوق النار مع التحريك المستمر حتى غتبدا تبقبق. كتكون على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف واحد 4 المرصويات ديال الشوكولا، ولا عندكم الشوكولا ديال الدهن تزيد واحد المعلقه منها. صافي وغادي نحرك مزيان مزيان، وغادي نفرغها في ديك الحفيره مباشره. صافي وغادي نخليها حتى غادي تبرد ونكمل ليها التزيين ديالها. وهنا البنات عندي حبيبات الشوكولات اللي غادي نزين بها الكيك. نتوما زينوا باش ما بغيتو. التزيين كيبقى اختياري، زينوها باللوز ايفيلي ولا الكاوكاو ايفيلي، حمروا شويه وزينوها من الجناب، ولا خطوط ديال الشوكولا. انا غادي نزينها بحال هكا، وهذا هو التزيين ديالها اللي درت ليها. جات على هذا الشكل هذا كتجي رائعه رائعه البنات. انا غادي نقسمها معكم.
ما شاء الله كتجي غزالة غزالة البنات، كتستحق التجربة، وهاديك لاصوص كتجي كريمية ما كتجيش قاصحة. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا جربتوها وعجباتكم ما تنساونيش من دعواتكم الزوينة، وما بقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله.